في دراسة اتعملت في 2009 شوية باحثين أثبتوا إن البادي لانجوج أو لغة الجسد ليها نصيب الأسد من التواصل بين الناس بنسبة 55% تقريبا، وصوتك وطريقة كلامك ومحتوى الكلام نفسه كل ده بيشغل 45% بس. بعد ما حسينا بأهميتها سيبنا نقولك بسرعة إزاي توظف البادي لانجوج صح. القاعدة الرئيسية الأولى والأهم دايما هي الآي كونتاكت. حاول تعود نفسك ان نظرك يكون منصب على عيون الناس اللي بتتعامل معاهم. الموضوع ده هيكسبك ثقة في نفسك جدا بشكل ما كنتش تتوقعه. اتعود انك ترفع حواجبك وتبتسم لمدة ثواني اول ما تقابل شخص للمرة الاولى. الحركة دي طبقا لاكتر من دراسة اكدت فعلا انها بتكسر حواجز الخوف وبتخلي الطرف التاني يحس بالألفة والارتياح ناحيتك بسرعة. حاول على قد ما تقدر انك تبص للشخص اللي بيتكلم وبس، وما تروحش بنظرك لأي حاجة تانية. ده هيخليه يحس انك مهتم بيه وبالكلام اللي هو بيقوله. تجنب خالص الابتسامة ببق مقفول، واحرص انك تبين سنانك وانت بتضحك، او حتى لو بتبتسم بس الضحكة دي بتبان طبيعية اكتر وما فيهاش تصنع او مجاملة. الوحش في الموضوع انك هتضطر من النهاردة تغسل سنانك كل يوم. حاول على قد ما تقدر ما تتحركش كتير وانت بتتكلم. حافظ على ارتخاء كتافك وخلي ايدك مرتاحة على رجليك او على المكتب. مفيش مانع من حركات خفيفة بإيدك لو بتشرح حاجة، لكن احرص ان هدوءك يبان للناس اللي قاعدين معاك. لو عجبك الفيديو اعمل سبسكرايب للقناة عشان تشوف فيديوهاتنا الجديدة، ولو عايزنا نكمل ساعدنا ننشر فيديوهاتنا واعمل لها شير على فيسبوك وجوجل بلس، وكمان تقدر تشوف فيديوهاتنا اللي فاتت كلها من هنا.